يا سلام، اخيرا بقى بكره الجمعه والواحد هينام بقى براحته بقى، ولا في شغل الساعه 7 ولا في اي حاجه في الدنيا. انام واصحى براحتي، بلحق انام لي شويه. انت يا واد يا سيد، واد يا سيد. خير يا بابا، في ايه؟ هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 5 يا ابني. 5 الفجر؟ اه خير، هو البيت ولع ولا ايه؟ لا يا ابني، في رقم غريب رن عليا وعايزك تشوف له هو مين. رن عليك دلوقتي؟ لا رن عليا يوم التلات. طب وما قلتليش يابا ليه يوم التلات؟ جاي تقول لي يوم الجمعة الساعة 5 الفجر في اجازتي تصحيني من النوم؟ معلش يا ابني، شوف لي الرقم ده مين، لا يكون عمك جعفر ويكون عايز حاجة. عم جعفر مين يا بابا اللي عايز حاجة؟ عم جعفر لو عايز حاجة زمان تنساها خلاص. على العموم حتى ما اشوف رقم مين ده. التليفون ما بينورش ليه؟ ده فاصل شحن من يوم ما عمك جعفر رن عليا يوم التلات، حتى مش هنقولها وكمان ساعة واصحيك. كمان ساعة ايه يا بابا اللي هتصحيني؟ حتى يوم اجازتي مش عارف اتهنى بيه. امسك يا بابا الله يسامحك، امسك. معلش يا ابني. انت يا ولا يا واد اصحى يا. في ايه يا بابا تاني؟ معلش يا ابني، تعالى بس معايا ثانية واحدة، بص لي على حنفية الحمام. مالها الحنفية يا بابا؟ بتنقط. بتنقط يعني اعمل لها ايه يعني يا بابا؟ اتحزم لها وارقص لها عشان تنقط اكتر، ولا اعمل ايه يعني؟ حبكت يعني الساعه 5:30 يا بابا. تعالى بس معلش بص لي عليها. يا صلاة النبي، ابص عليها يعني؟ انا لما ابص عليها هتتكسف وما عادش هتنقط؟ ما تعال الكلام يا بابا. طب خلاص بقى، الصبح بقى نبقى نجيب عمك ابراهيم السباك وخلاص. حول الله. طب ما كنا يا بابا نايمين وكنا ما صحناش وجبت عم ابراهيم الصبح وريحنا دماغنا. معلش يا ابني. طب استنى، صح، هروح اشوف لك الموبايل شحن ولا لا، اجيب لك تشوف الرقم. هو في ايه يا بابا؟ هو اي مرضيه وخلاص اولع لكم في نفسي عشان ترتاحوا؟ طب خلاص روح كمل نومك. معلش يا بابا بس.